السلام عليكم. شوفوا، هذا نجاح لمنظومه كامله، نجاح لمنظومه كامله. وبحال هذه المنظومه الكرويه المغربيه معقده الجيران ومعقده بزاف ديال الناس، بزاف ديال البلدان، خاصها تعقد ناس في مجالات واحده اخرين هنا في المغرب. وعاود ما نحاربوا نجاح الكره المغربيه ونبدا نقولوا ما خاصناش هادشي، الا خاصنا هذا المثال ديال النجاح ويطبق في مجالات واحده اخرين. برافو لاشبال الاطلس، ماشي اشبال الاطلس، هذوك اسود الاطلس. برافو على المباراه القتاليه، برافو على الروح، برافو على الوعي التكتيكي، برافو على التوازن في اللعب، برافو على لا بريز دو ريسك لانهم كانوا كيغامروا بزاف ديال المرات. برافو الوهبي، برافو الطاقم كامل، وبرافو لاجل نجاح هذه المنظومه من صغيرها لكبيرها. ما كبير الا الله سبحانه وتعالى، وحتى شي واحد ما صغير، حيت اي شخص رجل او امراه كيلعب الدور ديالو كما خاص، مهما كانت البساطه ديال ديك الدور، كيكون نجاح ديال المنظومه كامله. والله يشافي شي اشقاء اللي توقعوا اننا نخسروا مع الفريق كاملين، كلشي كيقول لنا توقع خسر المنتخب المغربي. انا المنتخب المغربي في النهايه اش تبدلت في حياتك؟ اللي تبدل في حياتك هو انه كتفكر الفشل ديالك كي داير، وبانك ما بقيتش دير نفس الشيء. فنفرحوا مع المنتخب الوطني المغربي وناخذوا هذا النجاح ديال كره القدم كمثال. علاش؟ لانه جا بعد سنين من المحاوله، وبعد سنين من التكوين، وبعد سنين من التواصل، وبعد سنين من التعامل مع اللاعبين اللي كاينين خارج ارض الوطن، ونفهموا بانه النجاح ديال اي منظومه عندنا في البلاد راه كتزيدنا قوه وكتزيدنا اشعاعا ما نكونوا مع كاع القطاعات الاخرين. برافو اشبال الاطلس، برافو برافو. بروميير فينال دون ليسبوار بور لو ماروك بالنسبه للكومبيتيسيون مونديال، شي حاجه كبيره بزاف هادي. تبارك الله عليكم.